يا صباح الفل عليكم حبايب قلبي، صباحكم فل، صباحكم معطر بذكر الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. نبدأ صباحنا كده بذكر الله ونصلي على النبي في الكومنتات علشان اليوم بتاعنا يبقى كله بركة وكله خير كده، وكله نشاط وكله حيوية وكله طاقة ايجابية. النهاردة بقى يا حبايبي صحيت من النوم زي ما انتم شايفين كده. كنت صاحية يعني بدري شوية، كان قبل الظهر. يا دوبك بقى كده كنت برتب هعمل ايه في اليوم، وكنت عايزة أطبخ بقى يا بنات محشي كرنب ومحشي ورق عنب. صراحة جوزي كان عايز إن أنا أعملهم. هو إحنا صراحة في العزومات كلناهم عند مامتي وعند حماتي وكده، وكنا طول رمضان بناكل محشي بس مش من إيدي، فجوزي كان حابب إن أنا أعمله له من إيدي. فالنهاردة بقى حبيت إن أنا أعمله له. صراحة أنا بالنسبة لي المحشي يعني من الحاجات اللي بتاخد معايا وقت، و مش بالسهولة يعني إن أنا أعملها، لإن أنا معايا بيبي وباحس إن هو من الحاجات الصعبة اللي أنا باعملها، بس عملته له علشان ما يزعلش وطلع تحفة ما شاء الله. عملت بقى جنبه كده صينية وراك، وكنت عاملة شوية لسان عصفور، وكنت عاملة إيه بامية. بس بقى يا بنات هنا بقى كان خلاص قبل المغرب، وكنت خلاص خلّصت الأكل الحمد لله. و بقى يا بنات وهنا كنت خلاص خلّصت. والله بافكّر بقى إن أنا إيه، يعني الأيام اللي جاية يا إمّا أجيب أكل جاهز، يا إمّا يعني زهقت من كل الأكل وكل أصناف الأكل صراحة يعني. حاسة إن رمضان كَلنا كل الأكل وزهقانين من كل الأصناف، فكنت بافكّر أعمل كده بقى الأيام اللي جاية، يا إمّا seafood وأسماك وكده، يا إمّا نطلب أكل جاهز من برّه، لإن الفترة اللي جاية بقى إيه، العيد وعايزة أنزل أشتري شوية طلبات للعيد ومشتريات العيد والترويق وكده بتاع العيد يا بنات. آخر 10 أيام من رمضان دُولة يعني تحس إن إحنا عايزين ناكل أي أكل خفيف سريع اقتصادي. بافكر يا بنات أنزل أشتري لبس العيد اليومين دُولة قبل الزحمة. اللي اشترى لبس العيد يا بنات يدّيني أفكار كده، اشترى إيه، أو مثلًا الأسعار إيه، يعني اللي نزلت تشتري لبس العيد ممكن تدّيني محتارة يا بنات بجد، محتارة إن أنا أجيب مثلًا دريس وكده وحاجات واسعة، والّا أجيب مثلًا حاجات casual جينز وبلاوز وكده، والّا skirt، يعني محتارة. مش عارفة أجيب إيه صراحة يعني. واللبس برضه الأيام دي محيّر أوي، يعني مش عارفة أجيبه خريفي والّا أجيب في السيل بتاع الشتا. فكذا حاجة محتارة صراحة فيها. لسه هانزل كده أتفرّج وآخد فكرة، وأشوف الدنيا إيه معايا وإيه اللي هيعجبني وكده، وهاعمل لكم فيديو إن شاء الله. هاعمل لكم فيديو يا بنات بقى عن الshopping بتاع العيد ولبس العيد وكده ومشتريات العيد إن شاء الله، يعني الفيديو اللي جاي أو اللي بعده بالكتير. هاعمل لكم الفيديو دوّة. هنا بقى يا حبايبي كنت باوريكم شكل الأكل بعد ما خلّصته وغرفته، كان جميل أوي يا بنات والله وتحفة، وجوزي عجبه أوي المحشي من إيدي. هنا بقى يا بنات مع ما الأكل كان استوى الصبح، كنت بقى بابخّر كده الشقة، وكنت مشغّلة أذكار كده القرآن على الصبح، وكنت مشغّلة شوية أذكار. صراحة أنا باعمل كده كل يوم مع ما أقوم مثلًا أعمل الأكل وكده، فباكون مشغّلة قرآن في البيت أو مشغّلة إيه أذكار، وباولّع كده بخور يا بنات، علشان الشقة تبقى حلوة وريحتها حلوة. هنا بقى دخلت على أوضة النوم، كانت مكركبة بقى يا بنات، وكان بقى لي كتير صراحة ما روّقتش فيها حاجة، فاستغليت برضه اليوم دوّة وقُلت اللي أنا إيه مع ما الأكل يستوي أخلّص بقى وأفرش أوضة النوم وكده. حطيت المفرش ده يا بنات كان حلو ولايق مع الألوان بتاعة الأوضة والستاير وكده. هنا كنت باوريكم بقى الفاينل بعد ما خلّصت فرش وروّقت الأوضة وبنات، بالمرّة قُلت عايزة أعمل حاجة حلوة، فكان عندي قطايف. أنا كنت جايبة نُصّين، عملت نُص في أول رمضان وكنت عملت كنافة وكده، فاتبقى معايا النُص التاني، فقُلت بقى اللي أنا إيه أعمله بالمرّة عشان يبقى عملت حاجة حلوة برضه النهارده. طلّعت بقى شوية مكسرات كده عندي، بندق وسوداني وعين جمل ولوز وكده. خدت من كل حاجة حبّة وعملتهم في الكبّة، فرمتهم في الكبّة، فرم اللي هو مش ناعم أوي ولا خشن، عشان برضه تحس بطعم المكسرات. هنا بقى كنت باعمل الحشوة بتاعة القطايف. هنا يا بنات حشيت نُصّها مكسرات وقليتها في الزيت وعملت لها الشربات بتاعها. يعني أول ما تطلّعيها من الزيت على طول يا بنات بتحطيها في الشربات، والشربات بيبقى بارد، وبتطلّعيها بقى بعديها من الشربات برضه على طول عشان تبقى معاكِ مقرمشة كده وما تطراش، يعني أحلى حاجة اللي هي تبقى مقرمشة تمام.
النُص التاني أنا ممكن مش باحشيه، يعني باقفّل نُصّه بس وباسيب الفتحة بتاعته كده يبان زي ودن القطة فاهمين؟ بعدين بقى باحشيه بقى أي حاجة عندي كريم شانتيه نوتيلا، أي حاجة بقى يا بنات أي حشوة أنتم بتحبوها حطّوها بتبقى حلوة أوي برضه يا بنات، جرّبوها بتبقى خفيفة وحلوة جدًا. بس بقى هنا يا بنات في آخر اليوم كنت بقى عندي شوية فواكه، كان عندي فراولة وتفاح واستفندي، فقطّعت كده من كل حاجة 2 بس البنات بقى كانت في السهرة وقعدت بقى كده أتفرّج على شوية مسلسلات وبعدين قرأت قرآن الوِرد بتاعي، وكده الفيديو يكون خلص، أشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.